والسلام في ديربي الخليج الكبير، الديربي الذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي، وتحديد هذه المباراة الكويت على أرضية استاد جابر في هذه المباراة التي يأتي فيها بعد أن تعادل في المباراة سعدون زيدان إقبال وأمير العماري ويوسف كذلك في الأمام يوسف الأمين، ولدينا إبراهيم بايش وعلي الحمادي في نقاط المباراة خارج القواعد، بينما هنا كرة للأمام لكنها مقطوعة انطلاقة للأمام للمنتخب الكويتي أمامية، وهناك مطالبات وهناك كرة، لا يزال يوسف ناصر يحاول، والحكم الياباني عاد من بعيد وأشار على وجود مخالفة في اللقطة الماضية. نعم، بطاقة صفراء أم حمراء؟ لا والله صفراء على ريبن سولاقة. يا كيمورا ماذا لديك؟ كيمورا تأخر، حمراء يا سولاقة، حمراء يا ريبن يا سولاقة مباشرة. نعم، في الدقيقة الثانية من زمن المباراة يخرج هنا غارقا في دموعه ريبن سولاقة، اللاعب الذي يتسبب بهذه الوضعية الجديدة لمنتخب بلاده. للزايد إلى جانب الظفيري لكنها تترك لفيصل، ملعوبة هنا ولكن حارس المرمى جلال حسن في المكان المناسب في اللقطة والنقص العددي، وبالتالي يبحث عن هدف المباراة الأول. كرة ملعوبة للأمام ولكنها مقطوعة أيضا وتبعد من جانب من أبناء الكويت في هذه المباراة. كرة ملعوبة للأمام، أمر سيتأكد في يونيو القادم. وهناك مرحلة أخرى تبدأ بالنسبة لأصحاب المركز الثالث والرابع من المجموعة. دحام مر هنا للأمام، وصلت لمصلحة فيصل، هنا العرضية المرسلة، وهنا بعد ذلك محاولة مرة أخرى، لا يزال العمل، ثم صافرة هنا وخطأ لمصلحة المنتخب العراقي. يا لها من مباراة، كلما تقدم الأزرق من اليسار أو الجهة اليسرى عن طريق ميرخاس دوسكي يرسل كرة، لكن أيضا ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية من تاريخ هذا المنتخب الكبير على مستوى القارة الآسيوية. كرة ملعوبة هنا طويلة ولكنها مرت وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. نعم، كبير بالكرة أو للكرة الماضية. دحام هنا ينطلق حظا على كرته، حكم المباراة يشير على وجود خطأ هيريوكي كيمورا حكم المباراة الذي كيوسف ناصر، ثم هناك أحمد الظفيري في محاولة من جانب أحمد، تمرير لكنها خاطئة. زيدان إقبال من اليسار، هنا مر إبراهيم بايش يحاول يسعى للمرور، يأتي بهذه الكرة. حكم المباراة يأمر هنا بالاستمرار بالكرة أو للكرة الماضية. دحام هنا ينطلق حظا على كرته، حكم الوضع بالنسبة لشباك المنتخبين. كرة ملعوبة للأمام، خطيرة المحاولة، وبعد ذلك حكم المباراة قال لا شيء. عاد ترى ذهب العراقي، مضى للأمام، عبر هنا بكرة أمامية خطيرة، تسديدة ولكن وين؟ إلى خارج أرضية الملعب عن طريق المتقدم مصطفى سعدون. مصطفى صالح المنتخب العراقي على يسار حارس المرمى، الكرة ملعوبة للأمام، خطير، يا إلهي على كرة مرت هنا بالراس عن طريق زيد تحسين، اللاعب الخطير صاحب الرقم، عن طريق الركلة الركنية أمامية هنا بالراس خطيرة، ولكن أيضا ذهبت إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. نعم، هناك ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الكويتي في هذه اللحظات. مباراة تمر منها 27 دقيقة إلى حد هذه المباريات المجموعة الثانية، خطيرة للأمام.